الحمد لله الذي أكرمنا بحضور هذا المجلس المبارك، مجلس يفوح فيه طيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا إن بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ترتاح الأنفس وتستقر وتتهيأ للشوق للنظر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من السعادة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان يحضره مجالس الخير، يحضره مجالس الذكر، يحضره مجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجالس كلها طيب. بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب ترتاح الأنفس وتشم رائحة الطيب صلى الله عليه وسلم. فالمدينة اسمها كانت يثرب، فبحلول النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت طيبة، تطيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحد الصالحين من أهل الحديث كان إذا راح رائحة الطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له نراك عند ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الطيب تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك سنة يؤثر؟ قالوا الطيب أحمد والشيء بالشيء يذكر صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يجلس هذه المجالس لابد أن يرتفع منسوب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، لابد أن يرتفع منسوب المحبة في قلبه، أنه سمع أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة. هذه ليلة الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ليلة الغراء واليوم الأزهر. ليلة الغراء ليلة الجمعة، ليلة العيد، واليوم الأزهر هذا اليوم ليلة الجمعة. فأنت أولا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، وكذلك أيضا تستخرج الفوائد من هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة ذكرها العلماء وألفوا فيها مؤلفات. في فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أحصوها بعضهم بالمئات. من هذه الفوائد أن الله سبحانه يذكرك بذكر النبي، يذكرك الله سبحانه وتعالى ويصلي عليك الحق سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ايه صلاة النبي؟ الصلاة الله عز وجل هي الرحمة، والله سبحانه وتعالى أرادنا أن نتمثل بالملائكة ونستن بحق سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية مرتين يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب أنت الآن ذكر النبي تقول اللهم صل عليه، ثم جاءك الأمر. متى وين نصلي؟ نصلي عند نهاية استجابة للأمر أو عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهمت النكتة؟ إن الله وملائكته يصلون على الناس، يقول اللهم صل عليه، بعدين يجيك الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. أنت الحين قد صليت قبل أن تستجيب للأمر، تمام؟ هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرجك من البخل. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أنت الآن بذكر النبي في الآية بداية الأولى خرجت من البخل، وبذكر النبي في نهاية الآية استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الآن أمر، والأمر عند الفقهاء وعند أهل الأصول للوجوب، وأنت في هذه الصلاة يعني تقتدي بالحق سبحانه وتعالى، تقتدي بالملائكة، ثم تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنك ينجلي عنك الهموم والمشاكل. كل واحد مننا عنده هموم، عنده مشاكل، عنده أشياء تقلقه. لما تأتي لذكر النبي في هذا المجلس يجب أن تذهب تعالج نفسك من هذه الأشياء. فجاء أحد الصحابة يا رسول الله إني يكثر الصلاة عليك، كم أجعل إني يكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي، كما جاء في الحديث. يعني أنا أحب أن أكثر من الصلاة، لكن هل في؟ قالوا عليه الصلاة ما شئت. قال له أجعل لك يعني الثلث، أجعل لك الثلث. قال له إن زدت فهو خير لك، خير لك.
قال اجعل لك النصف، قال إن زدت فهو خير لك، قال إذا اجعل لك صلاة وقتي كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش فائدته هذا؟ قال إذا يغفر ذنبك ويكفى همك. فائدتين، هذه فائدة الثالثة. أولا غفران الذنب، هذا غفران الذنب هذا يعني الإنسان يوم القيامة قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بغى يسقط بعياله كلهم مشان بغى مغفرة، وفصيلته التي تؤويه، القبيلة حقه كلها بغى يقبل منه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. شوف قال عيالي مع بغوا ابوهم شو لهم اهم شيء تغفر لي، قال ما بنقبل منك. قال اذا الفصيله كلها العائله كلها والقبيله كلها يروحون جهنم ونحن نجي الى الجنه، قالوا ما يقبل منك. قالوا كل الكون يروح برا ونحن نجي، ما يقبل منك. يتمنى الانسان ولو تزال عنه سيئه واحده، ما يقدر، لانه السجل خلاص مكتوب يوم القيامه حسنات وسيئات. فالانسان يحرص ان يجلس هذه المجالس حتى يكتسب الفوائد. فإذا يغفر ذنبك ويكفى همك، أيضا من فوائد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى أعظم وهي للمجلس كله، تعرف أنك لما تجلس هذا المجلس تتخلص من الشيطان، وتجلس في هذا المجلس التي تسبح لك الملائكة، وحيتان البحر الموجودة في البحر تستغفر لك، وأنت محفوظ في رعاية الله، في ضيافة الرحمن. شوف أنت لما تكون في ضيافة ملك ولا في ضيافة سلطان ولا في ضيافة إنسان كبير من أهل الدنيا، أنت تكون مرتاح لأنك كل وسائل الراحة موجودة عندك. أنت الآن في هذه ضيافة الرحمن، في هذا المسجد، في ضيافة الحق سبحانه وتعالى. لا شك أنه كل واحد يستحي لما يجي ضيف ما يعطيه حتى فيان شاهي، ما يعطيه حتى قلاس ماء بارد. مش معقول يخرج ضيف، عيب. أنت الآن في ضيافة الرحمن، هل تعتقد أنك بتخرج من غير ضيافة؟ لا شك أنك بتخرج بضيافة، مغفر الذنوب، ستر عيوب، رافع الهموم، وبعد ذلك بتتقرب عند النبي عليه الصلاة والسلام. أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة عليه، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم بارك لنا في هذه المجالس واجعلها مجالس خير وبركة، رفع الهموم وكفاية الغموم، وفرج على الأمة في المشارق والمغارب، فرج على إخواننا في غزة، فرج على إخواننا في كل مكان، ونترقى بهذه المجالس في مراقي الخير، في مراقي أهل الود، في مراقي أهل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. تم هذا المولد وهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي قول منا أو يكون ثنى، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ودون للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، يا الله والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من
أهدانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا الله. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول